يا صباح الفل، صباح الجمال. قرص فلاحي طرية ريحتها تفتح النفس وطعمها أحلى من بتاعة زمان. تعالى أقولك على سر الطراوة اللي بيخليها ناجحة ومش هتفشل منك أبدا، وإزاي تخلي الحشوة من جوه طرية وطعمها يجنن. تعالي نشوف عملناها إزاي. عندنا كوباية نص مية كده دافية، عليهم معلقتين من الخميرة، 3 معالق من السكر. قلبيهم بقى كويس جدا وغطيها وسيبيها تخمر على جنب. 3 كوبايات من الدقيق المنخول، رشة من الملح، معلقتين كبار من اللبن البودرة. الخميرة بتاعتنا اختمرت، هنزل بيها على الدقيق. عندنا كوباية من الزبادي، عليها نص كوباية من الحليب، وهقلب بقى المكونات دي كويس جدا. وهنزل عليها على الدقيق معلقة بقى من القشطة اللي هي من وش اللبن. وبعد كده قلبي المكونات دي كويس. 3 معالق من الزيت، نص كوباية من الزبدة أو السمنة البلدي. وابدأي بقى قلبي المكونات دي كويس كده في العجينة. هتلاقيها بقت معاكي طرية وبقت بالشكل ده. هحطها في البولة واغطيها واسيبها تخمر كده في مكان دافي لمدة ساعة. اهم حاجة لازم تمشي على الخطوات اللي انا قلتلك عليها. بولة بقى وعندنا عجوة، هي طرية بس لازم تحط لها معلقة زبدة او سمنة علشان ما تنشفش منك في الفرن وانتي بتسويها. ادعكي بقى الزبدة في العجوة لحد ما تلاقي الزبدة اختفت تماما، هتلاقيها بقت طرية. ابدأي شكليها بقى كور كده وحطيها في الطبق عشان تبقى جاهزة معاكي للتشكيل. غطيها بكيس بلاستيك كده تلاجة عشان ما تنشفش. عندنا سمسم بقى ابيض، ببدأ كده ان انا اطلع منه الرطوبة بس انا مش عايزاه محمص. وبعد كده العجينة بتاعتي اختمرت وبقت تجنن، ريحتها رهيبة. ابدأي بقى شكليها كده كور بالشكل ده، وببطن ايدك بططيها. صينية بقى كده مدهونة مادة دهنية، وابدأي حطي بقى القرص بتاعتك. هنغطيها وتسيبها تخمر لمدة نص ساعة. العجوة بقى هبدأ كده أبططها واحط كده العجوة في النص وألم العجينة عليها، وابدأ برضو ببطن ايدي ان انا ابططها. وحطيها بقى في الصينية برضو المدهونة مادة دهنية في السكينة كده، وابدأي فتحتين كده من النص بس كده عشان العجوة ما تخرجش بره القرصة. تقدري بقى تحطيها في السمسم كده، والخطوة دي اختيارية بس طعمها بيبقى رهيب، خطيرة. هتغطيها وتسيبيها برضو تخمر. الصاج الأولاني خمر ازاي؟ بدخله بقى الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني، ما بتاخدش ربع ساعة. وأول ما تاخد لون من تحت بشغل الشواية تطلع أغطيها على طول. واللي بسمسم بقى ومحشية عجوة بدخلها الفرن برضو على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني، تاخد لون من تحت واشغل الشواية. أهم حاجة انك تغطيها بعد ما تطلع من الفرن، هتفضل طرية معاكي لآخر واحدة. شايفة الجمال؟ والطعامة خطيرة، طرية وهشة وطعمها يجنن. ريحتها هتملى البيت خير وبركة وطعمها خطير. جربوها، ولو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. أشوفكم في وصفات جاية كتير مع هبة إبراهيم. باي باي.